تخيل انك تصحى من النوم تلاقي نفسك متهم ب3 جرائم قتل، ومتصور كمان وانت بتعمل الجرائم دي، بس انت مش فاكر حاجة ومتأكد كمان انك ما عملتش كده. بس هل يا ترى ايه هي الحقيقة؟ تابع معايا. الحكاية دي حصلت في دولة عربية. شاب اسمه سالم عنده 32 سنة، كان عايش لوحده في بيت صغير وكان شغال عامل بناء. سالم كان بيخلص شغله ويطلع على بيته ياكل وينام كل يوم على نفس الوضع، لحد ما في يوم صحى على صوت باب الشقة وهو بيتكسر والشرطة دخلوا قبضوا عليه. ما كانش فاهم ولا عارف هو عمل ايه. قالوا له انه قتل 3 اشخاص من يومين. طبعا نكر الكلام ده وقال لهم انتم غلطانين. قالوا له انت كنت فين ساعة وقوع الجرايم؟ قال لهم انا خلصت شغلي وطلعت على بيتي على طول. وروا له فيديو متصور ليه وهو ماسك سكينة وبيقتل شاب في منطقة فاضية في وقت متأخر. كان هيتجنن، مش عارف يتصرف ازاي وهو متأكد اصلا انه ما عملش كده. وبعد كذا يوم من التحقيقات عرضوه على دكتور نفسي، واكتشفوا ايه بقى؟ اكتشفوا انه بيعاني من المايوكلينك او انفصام الشخصية. سالم فعلا ارتكب الجرائم دي لكنه مش فاكرها لانه بيوهم نفسه انه ما عملش كده، لكن في الحقيقة هو ارتكب الجرائم دي لانه حاسس ان الناس اللي هو عايش وسطيهم مصدر تهديد ليه وانهم عاوزين يأذوه، ودي من ضمن اعراض المايوكلينك. وبعدها تم تحويله لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية.